اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يوم جديد وفيديو جديد من اسرار المطبخ مع هيام. النهارده بقى ايه؟ خلاص كده الحمد لله، رمضان عدى على خير والعيد خلص، كل سنه وانتم طيبين. نبتدي بقى ايه روتيناتنا العاديه. نرجع تاني بقى لوقفتنا في المطبخ كالعاده، يعني شهر رمضان غير شهر رمضان. دايما يا رب كده بيوتنا عامره بالخير باذن الله. وهنعمل ايه كده النهارده؟ هنعمل اكله كده عاديه متواضعه يعني. اول حاجه حبيت بقى ان انا اعمل ايه، اخلل البتنجان. دي طريقتي بقى في تخليل البتنجان، هوريها لكم. آه، اول حاجه بغسله كويس جدا تحت الحنفيه. وبعدين بقى ابتدي اقطع بقى ايه ال- الشوشه اللي فوق دي كده. واسيب العنق بتاع البتنجانيه من فوق، بقليها كده بقى في الزيت، بحيث ان انا بعد ما اخلصه خالص قليه، واشيل الحته دي تبان انها من تحت من فوق كده ايه تحت بتاع الخضره دي، تبان انها كانها يعني مسلوقه مش مقليه. بتبان انها خضره، لونها بتدي لون حلو كده، وفي نفس الوقت ما برضاش ان انا اقطعها على اساس البتنجانيه تفضل متماسكه معايا كده ويبقى شكلها ملموم وحلو. انا كده حطيته على النار. دايما لما تيجي تجيبي البتنجان عشان تخلليه، ما تجيبيش البتنجانيه الناشفه اللي هي بتبقى رفيعه قوي دي. ليه؟ لان انت على بال ما تقليها هتلاقيها الجلده بتاعتها نشفت، ومش هتلاقي حاجه جواها اصلا تخلليها، فمش هتبقى حلوه. هاتي دايما البتنجانيه الطريه اللي تبقى من جوه الايه، يعني تمسكيها تلاقيها طريه وفي نفس الوقت تبقى مليانه كده عشان تلاقي لحم. هنا بقى ايه كده بقى اتبل البانيه. رحاب صاحبتي حبيبتي كده في الشغل قالت لي ايه، انا شفتك كنت بتعملي البانيه، هو انت ليه مش بتحطي له طماطم؟ قلت لها طماطم ازاي يعني؟ قالت لي ممكن تحطي ايه، تبشري لها طماطمايه. فقلت لها والله هجرب المره الجايه. فهو يا رحاب انا عملت اهو الوصفه زي ما انت ما قلتي لي، احنا طبعا كلنا بنتعلم من بعض. اقول لكم على فكره، هي خلت البانيه طعمه حلو قوي يعني، للامانه يعني. بس في نفس الوقت وانا بحمره يعني بدأ ياخد لون كده بسرعه. مش بيبقى زي ما يكون من غير الطماطم، ولكن هو اداله طراوه زي ما يكون كأنك بتحطي له زبادي بالظبط. برضو ايه للأمانة يعني. فالتركاية دي حلوة جدا. حاولوا كده برضو تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا بصراحة ولا كنت بحط دايما في البانيه صلصة ولا بحط له طماطم. انا التركاية دي برضو اتعلمتها في القرنبيط وعجبتني. يعني انا كنت دايما لما اجي اعمل تتبيلة القرنبيط ما كنتش بحط ولا طماطم ولا كنت بحط توم. واحدة برضو حبيبتي قالت لي فبدأت ان انا اعملها، فلقيتها طعمها حلو جدا. ولو ما عنديش طماطم بحط معلقة صلصة. ده بالنسبة للقرنبيط. لكن التتبيلة بتاعت البانيه ديت بصراحة انا كنت اول مرة ان انا احط له طماطم. فانا عملت ايه، انا حطيت كده بشرت بصلاية وطماطماية وبضاية. كل حاجة واحدة واحدة كده. ده نص كيلو بانيه. وحطيت له بقى ايه سنة قرفة وسبع بهارات وملح وفلفل اسود. والبهارات بتبقى سبع بهارات مش بهارات كده بس. وبس. بيبقى طعمه حلو قوي، وخصوصا سنة القرفة. ممكن بقى ايه تحطي عصرة ليمونة، ولكن هو والله بيبقى طعمه حلو قوي. يعني بفضل الله انا غسلاه كويس، ولا هو فيه ريحة زفارة ولا اي حاجة خالص. اهو حط كده التتبيلة دي كلها. وبطلع بقى ايه، بحط في الفيجيتار وبقسماط ودقيق. بحط التلاتة على بعض وبخلطهم، وممكن ارش عليهم برضو ايه سنة قرفة كده، بتديها طعم حلو قوي. طب انتي بتحطي التلاتة انا بحط التلاتة. بحط لان البقسماط لوحده بيخليه يتحمر بسرعة، وممكن يبقى من جوه ني ويبقى ناشف برضو. فانا بحط دقيق وفيجيتار وبقسماط التلاتة، وبقلبهم على بعض كده، وابتدي ان انا اتبل فيهم البانيه واقليه في الزيت. بيدي طعم حلو قوي. انا هنا كده بقى قليت البتنجان. كان عندي برتقان، قلت اما اعصره. حبيت برضه اشارك معاكم برضه اللقطة دي. بصي اي حاجة فريش بالنسبة للعصاير في البيت حلوة. يعني انا امبارح كان عندي الجوافة اللي انا كنت مفرزاها معاكم في التلاجة، واشتريت موز وضربت كده بالليل، عملت ايه ميكس كده موز على جوافة، وقدمتها بالليل كده ساقعة كده جميلة تحفة والله العظيم ملهاش حل.
يعني انا النهارده كده رحت شربت وانا جايه من الشغل شوب كده مانجا. لا ما عجبتنيش خالص، يعني انا كنت اشرب واطلع كده التفل كده من الجوافه. يعني انا كنت مش عارفه انا هشرب ولا هصفي. والكوبايه ب25 جنيه وعباره عن ميه والله العظيم. ولكن لما الواحد يعمل حتى بنتي طلبت فراوله، طلعت الفراوله مش حلوه خالص ورجعناها وجابت هي جوافه تاني. فبتقول لي يا ماما كنت مفكره الجوافه زي اللي انت بتعمليها في البيت. قلت لها لا ولا يعلى على حاجه البيت ابدا. انا كده بقى هنا ايه كنت اوريكم ان انا بسلق فاصوليا بيضه. هنا بقى ايه كنت ايه بعمل لها التغذيه بتاعتها يعني. اهو بصوا بقى انا هوريكم. بص البتنجان لما اشيل بصوا بقى شفتوا بقى الراس بتاعته من فوق عامله ازاي. اهو خضرة وجميلة ولا كأنها اتقلت في الزيت، لكن لو شلتيها خالص وانت بتقليها هتبقى سودة وهتبقى شكلها مش حلو. تعالوا بقى ايه اوريكم طريقتي في تخليل البتنجان. انا ايه عاملة البرطمان ده حطاه كده في الفريزر. فلفل اخضر حراق مع الفلفل الاحمر اللي انا دايما بعمله معاكم، كنت شايلاه في الفريزر معاكم. ده بيبقى فلفل رومي مش حراق خالص. فلفل رومي احمر وبضربه في الكبة وبحط عليه ملح. اهو كده. اللي انا كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات بتاع السمك، بس انا كنت عامله للسمك وكنت عامله طبق طماطم كده. لا دي بقى ايه البتنجان. طب اعمله ازاي؟ احط الفلفل الاخضر ده عشان حراق مع الفلفل الاحمر وسن التوم مش كتير عشان ما يعملش انتفاخ ويتعب المعده. وشويه ملح واهم حاجه الليمون. يعني انا عندي لو ما عنديش خل مش مشكله، اهم حاجه عصره الليمون. ليمونتين بقى ليمونتين وشوية يعني ايه. كتري من الليمون، الليمون بيحافظ عليه مهما قعد في التلاجة ما يحمطش. وفي نفس الوقت بيدي البتنجان من جوه يخلي البتنجان لونه احمر. بس انا ما بحطش حاجة تاني. اهو دي طريقتي في تخليل البتنجان. وتاكلي بقى بتنجان ايه تاكلي صوابعك وراه. جربيها كده بطريقتي والله العظيم هيبقى تحفة. شفتي بقى البتنجانية لما تبقى ايه فيها لحم كده ما تبقاش رفيعة قوي كده، لا بتبقى حلوة. اعملي دي ده كده انا عامله نص كيلو. اعملي بقى وحطيه في التلاجة في العلبة وغطيه وطلعي منه كده تاكلي منه ما تشبعيش. اهو انا بقى ايه كنت بعمل الفاصوليا. الفاصوليا سهلة جدا، بعد ما تسلق هتصفيها وتعملي بقى التغذية بتاعتها بصل على طماطم. تضربي الطماطم في الخلاط بعد ما تصفري البصلة وملح وفلفل اسود وسبع بهارات. وهنا بقى ايه كنت بعمل الملوخية. انا قلت مش هفرز ملوخية تاني. والله الملوخية الخضراء ما شاء الله موجودة طول السنة وجميلة. وبدأت بقى دلوقتي ترعرع كده ورقتها تكبر عشان ايه احنا داخلين على الصيف، كل سنة وانتم طيبين. الجو بدأ يحرر وبدأنا نشغل المراوح. اهو ممكن اضربها في الكبة بس بصراحة ملوخية الكبة مش بتعجبني. بحس انها كده عاملة زي العصير، لا دي كده احلى بكتير. وعندي مكنة تانية برضو يدوي كده هبقى اوريها لكم بعمل فيها الملوخية. بس برضو لا ما بتمزجنيش زي المخرطة. والله بتطلع الملوخية 10/10. هنا كده ايه البانيه اللي انا بقول لكم عليه بقى بحط كده الثلاث مكونات على بعض وهو في الزيت. كنت عامله رز ابيض. اهو الفاصوليا اهي. الفاصوليا بقى بتحب الطماطم كتير او تحط لها صلصه. وهو ده كان شكل طبقنا النهارده. لو وصلتوا لغايه هنا بقى ما تنسونيش بقى من صالح دعواتكم وشيروا كده الفيديو كده لاصحابكم عشان كده قناتنا تكبر باذن الله. و ايه رايكم بقى في الاكل بتاع النهارده؟ فيديو سريع بقى، ما حبيتش اطول عليكم واقول لكم ايه. مع السلامة.